السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة وغدوة جديدة من قناة اكلة بسيطة في مطبخي. النهاردة هنعمل اكلة سريعة وسهلة ومن اكلات الحلة الواحدة، وهي الكبسة. هنعمل حلة كبسة بالبهارات الحلوة، وهتطلع معاكي احلى حلة كبسة واحلى من المطاعم بكتير جدا. حاجة نظيفة ومضمونة جدا. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا هنعملها ازاي. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تحطولي لايك. حلة على النار تسخن كويس جدا، هحط شوية من الزيت، مكعبين من الزبدة. ممكن تشتغلي بزيت او سمنة او زبدة بس. معايا كمية من اللحمة المسلوقة، شلناها من شوربتها وصفيناها كويس جدا. تمام، هنزل بقى باللحمة وبعدين هديها لون بني. هفضل سايباها على النار واقلب فيها لحد ما توصل للون البني اللي انا عايزاه. هضيف كده شوية من الفلفل الاسود وبرضو هنقلب كل ده. يا لسه ما اخدتش اللون اللي انا عايزه اوصله. وصلت بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو للون البني. هضيف بقى معاها بصل مفروم، هقلبه كده تقلبتين مع اللحمه. وبعدين هنضيف بقى الليمون المجفف اللي هو اللومي، عود من القرفه، حبهان، ورق لورا، قرنفل. تمام، وهنقلبهم برضو معاهم بالشكل ده. وبعدين هننزل بالبهارات، هننزل بكاري، بابريكا، كركم، بهارات كبسة. طبعا دي الحاجات الأساسية بتاعة الكبسة. هقلبها بقى كده معاهم لحد ما ريحتها تطلع وتقلب معايا الشقة. مش قادرة اوصف لكم الريحة عاملة ازاي، تحفة بجد. نزلت بقى بكوبايتين من الرز البسمتي المغسول، هشوحه كده شوية مع المقادير. تمام، هحط بقى الملح بتاعي كمان، والملح حسب الرغبة بتاعتك. نديله كده تقلبتين وبعدين هنضيف المية او الشوربة المتاحة عندك حطي. انا حطيت مية، لو انت عندك شوربة من اللحمة حطي الشوربة. طبعا هنزل ب4 كوبايات من المية. طبعا الرز البسمتي معروف ان كوباية الرز عليها كوبايتين من المية، عكس الرز العادي. تمام، هسيب بقى المية تتشرب. بصوا كده المية اتشربت معايا. هوطي بقى عليه خالص واسيبه يستوي. شايفين الشكل بتاعه حلو ازاي؟ بجد حلو جدا. ما استهلكناش حاجات كتير وكله في حلة واحدة، ومش بتاخد وقت خالص. معايا كمان مكسرات بندق وزبيب، لو حابة تحطي سوداني، مش حابة تحطي مكسرات اللي يريحك. انا المتاح عندي كان بندق وزبيب. شايفين بقى قد ايه الرز مفرفر؟ مش قادرة اقول لكم الريحة بتاعته بجد عاملة ازاي، وطعمه وهمي جدا. هحط بقى كده المكسرات فوق الوش بالشكل دوت. ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم، وهستنى رأيكم في الكومنتات. طبعا وصفة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد معاكي اي وقت. هستنى اللايك بتاعكم، ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان اي وصفة جديدة انا بنزلها توصل لكم على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.